السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى عندنا خبر ناس كتير كانت مستنياه وناس تانية كانت متلخبطة بسببه. شيفورلي كابتيفا 2026 أخيرا نزلت مصر رسمي بعد فترة طويلة من الأخبار وزيادات الأسعار وتغييرات حصلت كلها على موديلات 2025. الناس كانت بتسأل، طيب 26 فين؟ نزلت؟ هتغلى؟ ولا هي نفس الكلام؟ النهارده هنجاوب على كل ده من حيث السعر، المواصفات، المنافسين، ورأيي الشخصي في التسعير ومن غير تحيز. أنا أحمد فرج، ودي قناة قهوة السيارات. الأول، هي كابتيفا 2026 دي عربية إيه أصلا؟ كابتيفا دي يا جماعة دي كروس أوفر عائلية، يعني مش اس يو في تقيلة ومش سيدان. دي عربية للبيت، للشغل، للمشاوير والسفر. العربية بتنزل في نسختين: 5 ركاب اللي هي الفئة الأولى، و7 ركاب دي الفئة التانية. وطبعا سؤال بيتكرر، هل بتتجمع محلي؟ الإجابة لأ. كابتيفا مستوردة بالكامل من الصين، وده بقى موضوع لوحده وهنتكلم عنه كمان شوية. لو جينا نبص على تاريخ كابتيفا هنلاقي ناس كتير فاكرة إن كابتيفا دي عربية لسه طالعة، لكن الحقيقة أول ظهور ليها كان سنة 2006. يعني بنتكلم عن اسم قديم، مش تجربة جديدة. وده في حد ذاته نقطة قوة أو ضعف حسب ما أنت بتبص بقى للموضوع. طب هل ليها منافسين؟ كابتيفا 2026 داخله تلعب في حته صعبه قوي قدام عربيات تقيله زي ايه؟ زي شيري تيجو 8، ميتسوبيشي اكسباندر، جيلي جي اكس 70، وبعض الكروس اوفر التانية اللي موجوده في السوق. يعني مفيش هزار، المنافسه نار. نيجي بقى للضمان. المنصور للسيارات منزل كابتيفا بضمان 5 سنين او 150 ألف كيلو، وده رقم محترم جدا وبيطمن أي حد قلقان من موضوع الاستيراد. الموتور بتاعها بقى مواصفاته إيه؟ 1500 سي سي تربو، 4 سلندر، 148 حصان، عزم 255 نيوتن. الأرقام دي بقى معناها إيه؟ يعني سحب محترم، أداء مناسب لعربية عائلية، مش عربية سباق بس مش تقيلة. التسارع من 0 ل 100 في 8 ثواني. الفتيس بتاعها سي في تي، أقصى سرعة 185 كيلو متر في الساعة. استهلاك البنزين، الأرقام الرسمية بتقول 8.4 لتر لكل 100 كيلو متر. كنت أتمنى الرقم ده يقل شوية، بس خلينا نكون واقعيين. في عربيات بتوصل ل10 وفي 11 كمان. يعني كابتيفا مش وحشة ولا اقتصادية قوي، في النص بالظبط. الأبعاد والمساحات، كابتيفا هنا بتكسب نواط. الطول 4.67 متر. قاعدة العجلات 2.75 متر. الارتفاع 1.75 متر. الخلص الأرضي 18 سنتي. شنطة العربية بقى 465 لتر. يعني سفر تمام، عيلة تمام، شغل تمام. التجهيزات بقى اللي فيها فتحة سقف، مساحة محترمة للركاب، تصميم عملي أكتر من إنه رياضي. الأسعار الرسمية لموديل 2026 ودي أهم نقطة: الفئة الأولى 5 ركاب 1.150 مليون. الفئة الثانية ال7 ركاب 1.2 مليون. ورأيي الشخصي، هل السعر ده عادل؟ أقول لك بقى عادل ولا مش عادل. السعر مش رخيص، مش مبالغ فيه قوي، هو سعر متوسط. بس القرار الحقيقي هيحدده بالعروض والخصومات والتقسيط وتوفر قطع الغيار، والسوق هو الحكم. بس أنا كنت بصراحة أتمنى إن السعر ينزل شوية، خصوصا مع التخفيضات اللي بنشوفها في المنافسين. هنشوف في الشهور الجاية هل كابتيفا 2026 هتنجح ولا المنافسين هياكلوا السوق. وقبل ما امشي، ما تنسوش اللايك، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس علشان الجديد يوصل لكم. والسؤال بقى الأخير، لو كابتيفا 2026 قدامك هي وشيري تيجو 8، هتختار مين وليه؟ اكتب لي في التعليقات.